السلام عليكم. في اول الفيديو كده حابه اعتذر لحضراتكم على الغيبه اللي حصلت، ولكن دي كانت ظروف خاصه بيا. يلا بينا نبدا الفيديو. بس يا ريت قبل ما نبدا الفيديو بتاع النهارده، يا ريت حضراتكم كلكم اللي بيشوف الفيديو ده دلوقتي يترحم على سيده الاسكندريه. انا مش حابه اذكر اسمها الحقيقه علشان خاطر فيه يعني اولاده ما ينفعش اصلا نقول اسمها طبعا، ولا ينفع كمان ان احنا نعرض صور ليها. كل الصور والفيديوهات اللي بتنزلوها عنها كل ده بيبقى متسجل، ممكن الاولاد انهم يشوفوه، وطبعا هيسيب اثر. ده بالنسبه لهم هيبقى يعني وجع على وجع زي ما بيقولوا. فياريت كلنا نترحم عليها. دي وجهه نظري المتواضعه جدا. يلا بينا بقى نشوف فيديو النهارده. كل اللي بيشوف الفيديو ده دلوقتي ياريت يكمل معايا الفيديو للاخر، لان الفيديو فيه كلام مهم جدا. تابعوا معايا الفيديو. كلنا عارفين علي الحجار، وطبعا كلنا بنحب اغانيه، ومعظمنا يعني او اغلبنا كمان كان في فتره كده معينه في فتره الثمانينات او السبعينات كمان كان علي الحجار بيغني في الافلام وفي المسلسلات. كان عمل فيلم يمكن يكون اتشهر شويه، وهو فيلم الفتى الشرير مع نور الشريف. ولكن مش دي القصه خالص. بصرف النظر على انه فنان وبصرف النظر على انه مغني، يتفق يعني مع الفنانين او المغنيين او اللي بيختلف معاهم من ناحيه يعني ان دي حاجه حلال او حرام. هو في الاول وفي الاخر شخص عادي وكمان اب. حتى لو انت ذوقك في الاغاني مش علي الحجار خالص، مش دي المشكله ومش دي القضيه ومش ده الفيديو اللي انا عاملاه النهارده علشان خاطر الموضوع ده. باختصار كده ومش عايزه اطول على حضراتكم، المشكله هنا مشكله حقوق الاباء على الابناء وحقوق الابناء على الاباء من الناحيه الانسانيه ومن الناحيه الدينيه. طبعا في كلام كتير جدا بيتقال في الموضوع ده، وكلنا شفنا فيديو بنت علي الحجار وهي طالعه في فيديو ليها بتتكلم علشان خاطر ان هي مش معاها فلوس او الماديه صعبه جدا، والمفروض انها بنت علي الحجار يعني ما تعيش العيشه دي مثلا، او على الاقل ما تبقاش في الظروف اللي هي فيها دلوقتي حاليا. طبعا كلنا شفنا الفيديو، منهم اللي اتفق معاها وصعبت عليه جدا، قال ان ازاي اصلا عايشه العيشه دي وان باباها علي الحجار يعني اكيد مستواه المادي يكون كويس جدا، ودي بنته فالمفروض انها تبقى عايشه عيشه احسن من كده. وشافوا انها مظلومه وان حقها على ابوها علي الحجار انه يبقى ميسور الحال ومستواه المادي كويس جدا وهي عايشه العيشه دي. التاني بقى منهم بيقول ان ازاي اصلا تعمل فيديو زي ده على باباها، ما ينفعش اصلا بنت تقول كلام زي ده على باباها. زي برضو قبل كده الفنانه بوسي لما طلعت واتكلمت قالت على باباها برضو كلام كتير جدا. يعني لما باباها عمل فيديو برضو وقال انه عايش عيشه صعبه، وفي برنامج معين صور معاه واكتشفوا ان حالته الماديه صعبه جدا، وخصوصا ان الفنانه الشهيره بوسي تبقى بنته، وهي كمان قالت ان هو كان سبب في قسوتها عليه، سبب قسوته عليها وهو سنه صغير. ده اللي حصل يعني او ده الحصاد. اللي بيزرع قسوه بيلاقي قسوه، واللي بيزرع حنيه بيلاقي حنيه. فعلشان كده الفنانه بوسي اهملته ونسيته، وده على كلامه طبعا. فهي شايفه من وجهه نظرها ان هي كده يعني كويسه جدا معاه لو بتديله كل شهر مبلغ صغير علشان خاطر هو كان قاسي عليها. انا مش مع الراي ده خالص، ان الاب يعني هو السبب علشان قسوته هي كمان قست عليه. فالبعض بيقول كده والبعض بيقول كده، وانا وجهة نظري، وطبعا دي مش وجهة نظري انا، يعني انا بتكلم من اللي ربنا قال لنا عليه من القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى قال وبالوالدين احسانا وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. حتى لو ابوك او امك قالوا لكم يعني اشركوا بربنا، انت ما تشركش بربنا ولكن تصاحبهما في الدنيا معروف. يعني ما تقولهمش كلمة سيئة ليهم او يعني تحاسبهم على اي حاجة او على قسوتهم ليك. طبعا في عقوق اباء للابناء وده ربنا هيحاسب عليه فيما بعد، ولكن انت دلوقتي المطلوب منك انك او لوالدتك لو هم قاسيين عليك ان انت تصاحبهما في الدنيا معروف. فكرة الموضوع ده مش سهل لان ده بيحتاج اجتهاد جدا مننا، فربنا يجعلنا دايما بارين بوالدينا. انا مش ضد بنت الفنان علي الحجار، لان هي ممكن تكون عملت الفيديو ده من قلة الحيلة، لان شايفة ان والدها يعني مستواه المادي كويس جدا، فليه انا اعيش بالوضع ده؟ والله اعلم اصلا ايه اللي حاصل ما بينهم، هو ليه بالقسوه دي معاها مثلا. ممكن يكون شايف من وجهة نظره ان لو اداها فلوس ممكن الفلوس دي تضيعها، او الفلوس دي لو اداها لها ما تبقاش في صالحها وتبقى بتضرها. فالله اعلم ايه اللي بينهم في الاخر. طبعا ربنا يصلح بينهم الحال ويقدرنا دايما على بر والدينا. لو وصلتوا معايا للدقيقه دي من الفيديو فاحب اشكر حضراتكم جدا على متابعه الفيديو، واتمنى من حضراتكم دعمي بلايك للفيديو وكومنت برايكم، تشاركوني في رايكم، وكمان تعملوا سبسكرايب للقناة علشان يوصلكوا كل جديد انا بقدمه. والسلام عليكم.